اهلا بيكم حبايب قلبي. النهارده هعمل معاكم رز اللي هو الرز المبهر. تمام. بتعرفي تعمليه او بتعرفيش؟ هوريكي بقى تركايه في منتهى الجمال. يلا بينا وهنبتدي الفيديو، والمقادير سهله جدا. بصوا انا معايا طبعا بصلتين، في بيعملوه من غير بصل بس انا بحب البصلايه فيه، بتدي طعم تسكيره. ودي التركايه الجميله جدا. في بيعملوه على طول بالكاري والتوابل وخلاص، لكن انا بحب بقى البصل معاه، بتدي تسكيره في منتهى الجمال. مش هطول عليكم الفيديو، يلا بينا واقول لكم على البهارات اللي هتتحط واحنا شغالين على البوتاجاز. يلا بينا حبايب قلبي. بصوا بقى، انا طبعا حطيت الماده الدهنيه بتاعتي، بحب احط سمنه على زيت. تمام. حطيت البصلايه بتاعتي، طبعا سبت السمنه كده لغايه ما ساحت مع الزيت كده، ونزلت بالبصلات. تمام. دول بصلتين زي ما قلت لكم كده، بصلتين وسط اهو. تمام. واسيبهم بقى يتشوحوا كده لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي. تمام. مهديه النار عليهم ولغايه ما يصفروا هرجع لكم تاني. كده خلاص حبايب قلبي، بعد البصلايه ما اصفرت معايا، ما بحمرهاش قوي على الاخر. تمام. بكون غاسله الرز، ما بنقعهوش. تمام. غسلاه مصفيه. بسم الله. بنزل بيه كده على البصلايه، مش معليه النار قوي. انا بحب الاكل دايما يبقى النار عليه متوسط. تمام كده. واخده بقى تشويحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مع البصلايه اخليه الرزايه نفسها تنشف. تمام. عشان تبقى مفلفله. هنزل بالقرفه، التوابل بتاعتي بقى جميله كده. شويه فلفل اسمر وسبع بهارات والكاري. بس كده. بس كده. تمام. لو عندك كركم ممكن معلقه كركم صغير. تمام. وهقلب بقى الحاجات الجميله دي كلها مع بعض، ومش هنسى الملح. تمام يا حبايب قلبي. طبعا الكركم بيدي طعم وبيدي لون، ما عندكيش مفيش مشكله. هو الكاري برضو بيقضي نفس الغرض. تمام. هسيبه بقى ايه اللي هو يتشوح كده، وياخد ايه الرزايه بتاعتي تنشف. لما تيجي تشرب الميه وتيجي تستوي تبقى مفلفله في منتهى الجمال. وهوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. هحط الملح بتاعها واسيبها تنشف شويه وارجع لكم تاني. كده خلاص الرز خد التشويحه معايا. تمام. هنزل بقى برز. بسم الله. لازم الميه تكون سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين عشان الميه مسخناها. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يكفينا شر عذاب النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا هغطي بقى الرز كده بالميه. طبعا انا مظبطه الملح. هسيبها بقى لغايه ما يشرب الميه بتاعته، كلنا عارفين وشطار. تمام. وبعدين هوطي عليه النار وهسيبه يتشرب بقى لغايه ما يستوي، ونرجع نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. ماشي حبايب قلبي، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، بعد ما خلاص الرز اتشرب خلاص استوى، وطبعا طلع معايا مفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كل رزايه ورزايه عامله ازاي؟ كل ده بسبب ايه؟ ان انا اخدته تشويحه. فالرزايه معايا بتنشف لما تيجي اديها ميه والميه سخنه، بصي تطلع معايا رز مفلفل جدا. يلا نغرف الرز بقى ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. كده خلاص حبايب قلبي، اهو التقديم والرز اهو المبهر في منتهى الجمال والطعم خرافه. كنت عامله جنبه فراخ في الفرن، حاجه كده في منتهى الجمال. انا عاملاها على القناه بتاعتي، عايزين الطريقه خشوا على الفيديو اتفرجوا عليه واعملوا احلى اكل. وجنبيه طبق سلطه، حاجه كده فاخر من الاخر، حاجه ما فيش اروع من كده. عملت جنبه برده سلطه. ممكن تعملي توميه عندي على القناه، لو عايزه الطريقه برده اعملي سيرش وهتلاقيها. كل الطرق موجوده عندكم على القناه، حاجه كده في منتهى الجمال. وممكن من غير لحوم والرز، ممكن تعملي جنبه كفته مشويه، حاجه في منتهى الجمال. كده وصلت معاكم لاخر الفيديو، بتمنى لكم كل السعاده من كل قلبي، يا رب تكونوا استفدتوا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.